غنديروا واحد الكوزاميه بطريقه مختلفه بلا ما غنقليو بطاطا باش تجينا صحيه. انا عندي واحد الكميه ديال البطاطا قطعتها هكا مربعات، نغيروا شويه على الفريت كما كنقطعوه عادي. غنديروا واحد شويه ديال الزيت البلديه، غير شويه ماشي بزاف، ونحاول ندخلها فيها. عندي هنايا واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه غبره. صافي غنحرك هاد البطاطا حتى تدخلنا هاد الزيت في البطاطا مزيان، وغنضيف واحد شويه ديال البصله غبره. صافي غنحرك هاد البطاطا باش تدخل لنا داك الزيت وهاد المنسمات كامله في البطاطا، وغنطيبها انايا في هاد القلايه الهوائيه. الا ما عندكمش قلايه الهوائيه غديروها في الفرن، صافي يعني باش نتفاداو القليه. صافي غنديروها حتى تحمر. واحد الكاسرونه اولا مقله كنديروا معلقه ديال الطحين عامره، واحد معلقه كبيره ديال الزبده، عندنا هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه غبره، وشويه ديال البصله غبره. عندي هنا واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء اولا كاس اللي بغيتو، غنديروا فيه واحد 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. غنحركوا مزيان هاد الحليب غبره مع هاد الماء باش ما يبقالناش مفور. صافي وغنضيفوا على هاد المكونات على النار، نحركوا بعدا قبل ما نديروا على النار. غنحركوا هاد الشيء مزيان واخا الزبده ما تذوبش، يعني نحركوا بعدا الطحين باش ما يبقالناش مكور. صافي وغنشعلوا عليها النار على ما تذوب الزبده، وحنا كنحركوا باش ما يتكور ليناش الطحين، وحنا كنحركوا مزيان حتى تذوب لنا الزبده. كنحركوها مره باش طيب لنا من جميع الجهات، يعني كل خطه كنحركوها. صافي بعد ما دابت الزبده كنزيدو كاس اخر ديال العنبه ديال الحليب غبره مع الماء كيف ما درنا في الاول. يعني هاد لاصوص بيشاميل كنديروها غير بالحليب غبره، وكنضيف واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الفرماج احمر اولا موتزاريلا اللي عندكم موجود. صافي وكنبقاو نحركوها حتى كتقال. صافي الا صوص بيشاميل ديالي هي وجدات وتقالت، هانتوما كتشوفوا هذوك الحبيبات اللي كيبان لكم راه ماشي ديال الطحين غير ديال الفرماج، لان درت الفرماج حمر. هانتوما كتشوفوا انا قربت لكم، يعني كيبقاو زوينين. ما عجبكمش غطحنوها، يعني اللي بغيتو هكا كتجي زوينه. انا غير الفرماج حمر هذاك ماشي الطحين، لان الطحين راه ذوبناه من قبل. اولا درتو موتزاريلا، راه موتزاريلا كذوب ما كتخليش كاع هاد الطريفات. صافي غنطفيو عليها ونخليوها حتى تبرد، وراه باقا غتزيد تقال شويه. صافي طابت البطاطا ديالي، هانتوما كتشوفوا كي كتجي. دابا غندير شويه ديال لاصوص بيشاميل باش تجينا ساهله، يعني بلا ما نبقاو نديروا طبقه ديال لاصوص بيشاميل وطبقه ديال الفريت. غنديروا شويه هكا ونخلطوها معها باش البطاطا كلها تدخل فيها ديك لاصوص بيشاميل. صافي غندير شويه ديال لاصوص بيشاميل في هاد المولات اللي غندير. نتوما اللي بغيتو غديروا، انا درت هكا كل واحد والمول ديالو يعني فرديين. صافي ونبقى ندير بطاطا. صافي وغنضيف شويه ديال لاصوص بيشاميل من الفوق، ما نكثروش باش ما تجيناش الكوزاميه هكا بحال فازكه، يعني غير شويه غير القياس. صافي وغنضيفوا الفرماج حمر اللي كيعلكها مع هاد لاصوص بيشاميل مع الفرماج اولا موتزاريلا اللي عندكم، اولا تخلطوهم بجوج اللي موجود. صافي ونديروها في الفران غير يطلق هاد الفرماج ويذوب ونقدموها.
هذا هو الشكل النهائي ديال الكوزاميه ديالنا. كنتمنى تجربوها بالصحه والراحه.